انا بحذرك اهو من دلوقتي قبل ما تعملي الكيك دوت، يا اما تقفلي الشبابيك بتاعتك كويس، يا اما تعملي زيادة في المقدار علشان خاطر جيرانك، لان بجد ريحتها فظيعة هتودي لاخر الشارع والشارع اللي بعده كمان ما شاء الله، ومش هتقعد خالص. بجد كيك مميز وجميل ولذيذ، طعمه تحفة وسهل جدا. من الاخر كده هتعمليها ومش هتبطلي تعمليها، ولادك هيطلبوها على طول، وكل اللي هيدوقها هياخد طريقتها منك. بس قبل ما نعرف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي وتفاصيل المقادير، حابة اقول بس كلمتين كده لحبايبي اللي بيدخلوا يشوفوا ثانية واحدة من الفيديو ويخرجوا. انت كده بتدمري القناة بتاعتي وده ما يرضيش ربنا. فلو حضرتك مش عايزة تشوفي الفيديو اصلا او مش عايزة تشوفي المحتوى بتاعي، مفيش اي مشكلة، ممكن تشوفي الفيديو اللي بعده، لكن تدمري قناتي انا مش مسامحة ابدا بصراحة. واصحاب القنوات اللي موجودين عندي عارفين الكلام ده كويس، واللي ما ترضوش على نفسك اكيد مش هتقبلي انك ترضيه على غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ضاء زين، ودي قناتي اللي بتكبر وبتتشرف بيكم. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومميز، وكومنت تشجيعي بيفرحني وبيخليني اقدم لك كل حاجة متميزة. والحمد لله وبفضل الله عمري ما بقدم حاجة فيك ابدا، كل اللي بقدمه متجرب مليون مرة قبل كده، والوصفات مظبوطة بالملي. جبت البولة بتاعتي وسميت الله وضفت فيها كوباية وربع دقيق، يعني حوالي 190 جرام بالظبط، وعلى طول حطيت عليهم ربع كوباية نشا اللي هي 30 جرام على الميزان، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر اللي هي حوالي 5 جرام، وعلى طول ضفت عليهم تلتين كوباية سكر 150 او 155 جرام، ورشة الملح طبعا اللي هتظبط لنا الطعم كله. وطبعا الكيكة دي مفيش اسهل ولا اسرع منها، هتعمليها في دقيقة واحدة، وعشان كده حضري المكونات بتاعتك وقبل ما تحطيهم على بعض شغلي الفرن على طول، وما تنسيش تضيفي عليهم نص كوباية جوز هند زي ما عملت كده اللي هي بالظبط 40 جرام. وقلبت الكلام ده كله كويس، ودي بس كانت النواشف اللي عندي. وجبت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، طبعا بلاش درجة حرارة الغرفة، خليها لسه طالعين من التلاجة، لان هم اول ما بيطلعوا على طول بياخدوا درجة حرارة الجو. وحطيت عليهم معلقة صغيرة فانيليا سايلة، ولو عندك بودر حطي نص معلقة كفاية قوي. ومعايا هنا تلتين كوباية لبن برضو 150 او 155 جرام لو بتوزني. وجبت معايا 100 جرام زبدة، يا دوبك كنت لسه مقطعاها قبل ما احضر المكونات وبقت بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. ما تحطهاش من التلاجة على طول، بسيبها تاخد حرارة المطبخ كده يعني 15 دقايق وهتلاقيها بالمنظر كده. وعلى طول تجيبي المضرب بتاعك وتضربي كل المكونات مع بعض، مفيش اسهل ولا اسرع ولا ألذ من كده. بجد ما شاء الله حاجة كده سريعة وما بتاخدش وقت، يا بس الوقت اللي في الفرن مش اكتر، لكن ما بتاخدش وقت في العمايل خالص. مكوناتها سهلة وبسيطة، وزي ما انت شايفة كده انا والله تقريبا ما قطعتش في الفيديو، مفيش، يعني سايبالك الفيديو زي ما هو علشان تشوفي اصلا هي اخدت مني قد ايه. وطبعا هي بتاخد مني اكتر علشان انا بصور، لكن انت لو بتعمليها في البيت بنفسك ما بتاخدش وقت منك خالص. المهم تضربي كده حوالي ربع دقيقة بالظبط، وتقلبي المكونات من تحت عشان لو في سكر او جوز هند تحت، وتضربي ضربة كمان، وفي الاخر تحطي نص معلقة كبيرة خل وتضربي. وكده خلاص المكونات بتاعتنا كانت جاهزة. خلاص كده ضربت نص دقيقة كمان ورفعت المضرب. مفيش ولا اسهل ولا اسرع ولا ابسط من كده. ممكن تعمليها بالهاند بلندر وهتكون جميلة ان شاء الله. جبت الاسباتيولا بتاعتي بقى عشان اوريكم القوام بتاعها، قوام متوسط كده وحلو معاكي، يعني لا جامد قوي ولا سايل قوي. وجبت على طول القالب بتاعي اللي هو مقاسه 35 في 12، ممكن تعمليه في انجليش كيك عادي، وممكن كمان تعمليه في قالب 20 او 22، وكله ان شاء الله. وممكن لو عايزاها عالية بقى تعمليه في قالب 18. بس انت عارفة مبدئي ما بحبش الكيكة العالية قوي، انا بحب الكيكة اهم حاجة فيها نجاحها وحلاوتها، مش شرط العلو بتاعها، مش هتنفعني باي حاجة خالص. على طول فرشة زبدة او فرشة زيت او اي حاجة تحطيها وتدهني بيها الصينية من جوه او القالب بتاعك، وعلى طول تنزلي فيها الخليط. الفرن بتاعك دلوقتي زمانه سخن، يعني بقاله 5 دقايق شغال على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وعلى طول هندخل فيه الكيك بتاعنا.
وزي ما انت عارفة ما تطوليش تشغيل الفرن قبل ما تدخلي فيه الكيك. دخلت الكيك علشان هو قالب غامق زي ما انت شايفة كده، حطيت تحتيه صينية ألمونيوم علشان الكيك ما يتحرقش مني من تحت، زي ما عملنا في بقية الكيكات اللي هسيبلك ان شاء الله قائمة التشغيل بتاعها في اخر الفيديو دوت. اختبرت الكيك، قعدت معايا بالظبط نص ساعة وفتحت عليها لقيتها استوت ما شاء الله وزي الفل. اختبرتها بالستيك وطلعتها علشان تبرد شوية، وزي ما انتوا عارفين انا مبصبرش على الكيك عشان اصور، فيا دوبك سبتها 5 دقايق كده ورحت قلبها على طول. ما شاء الله الكيك هش وتحفة وجميل واخد لون روعة. الزبدة وجوز الهند معايا، ولو حابة تحطي حليب جوز الهند بدل الحليب العادي مفيش اي مشكلة. حابة تحطي على وشها كمان جوز هند قبل ما تدخليها الفرن طبعا هتبقى جميلة، بس انا عاملالك ابسط المكونات، وانتي بقى الحاجات اللي بعد كده تعمليها زي ما انتي عايزة. حابة تحطي كمان جوز هند تحت في الصينية قبل ما تحطي المكونات هتبقى لذيذة وتحفة جدا. تعالي بقى نقطعها ونشوفها كده. ما شاء الله تحفة. وجبت معانا هنا حشوة رافاييلو موجودة عندي. حابة بقى تزيني بأي صوصات أي حاجة انت عايزاها، هي أصلا مش محتاجة أي طعم تاني، كفاية طعمها اللذيذ والجميل جدا اللي طالع من جوز الهند والمكونات اللي احنا حطيناها. بالمناسبة جوز الهند بحب معاه أحط زبدة أكتر من الزيت. لو انت حابة تحطي 100 جرام زبدة نصهم زيت ونصهم زبدة مفيش أي مشكلة، بس طعمها بيبقى تحفة مع الزبدة بس. ويلا بقى هاتي كوباية الشاي بتاعتك أو كوباية النسكافيه أو القهوة واقعدي اشربيها كده مع اجمل كيك بجد روعة. ساعة العصاري كده او بالليل وانت قاعدة في البلكونة في الطراوة ومفيش اجمل من كده. ويا سلام بقى لو تديها للولاد في اللانش بوكس ان شاء الله لما المدرسة تبدأ مفيش اطعم ولا احسن من كده.